مساء الخير. ضيفنا الليلة صوته بهز الفضا وبدفي الفراغ وبيرجع صدى زمن الحلم الجميل. شخصيته ترسم صورة عن وطن ما شوهوا الحرب وضيعوا السياسة، لأنه مسرحها الشخصية هو الحياة الحقيقية المجبولة بهوا هاك الضيعة المشلوحة على كتف صنين، المغمورة بالمحبة والإنسانية اللي بتشبه مسيرة حياته الكاملة من الفن والثقافة، واللي جسدت شخصيات انحفرت بذاكرتنا مثل هاك الأرزة اللي بتتوسط عالمنا. مع المبدع أنطوان كرباج رح نغوص أكثر وأكثر بسر نجاح شخصية نفتخر فيها من بلادي. أهلا وسهلا فيك، منور استوديو، منور شاشة الOTV، وهيك ناشر هيدا الفخر بهيدي الشخصية بكل مشاهدينا وبكل لبنان والعالم أكيد. هيدا فخر لإلي كون معكم أنا بهالجلسة الحلوة لنستعرض صفحة من صفحات هالوطن اللي منحبه واللي منعزه واللي منعمل المستحيل لنرجع نخليه زينة الدنيا كلها. الله يخليك أستاذ أنطوان. أستاذ أنطوان، هيدي الفقرة هي مرحلة البدايات اللي بتحبها كتير. رح ننطلق من هيك الضيعة، من زبوغة اللي بنقطع عليها من بكفية باتجاه القليعات، بنطلع بالطريق اللي بتودع بس كنت بالضيعة اللي هيك مرسومة رسم تحت جبل صنين، واللي إلك فيها كل الذكريات بعائلة مؤلفة من 5 شباب وبنت وانت كبيرون، وكان عندك فيها وبعدك اجمل الايام اللي بتعني لك كثير، ما هيك؟ انا بستغرب اذا في انسان بحب ضيعته ممكن يقدر ينساها او ما يتذكرها. هيدي ضيعتي، نشأت فيها، خلقت فيها، ربيت فيها، عطرابها، بوديانها، بجمالها، بهواها الحلو نظيف، بشقاوتي فيها، بنموي فيها، بصباي فيها. أجمل حياة مضيتها أنا بطفولتي لصرت شاب بهالضيعة الحلوة. نحن رح نفوت بهالتفاصيل الحلوة وبالذكريات المطبوعة براسك وبراس كتير من الناس اللي رافقوك، ولكن سوا رح نروح نحن والمشاهدين ومعك على زبوغة تنتذكر بعض الأماكن وبعض الحوادث بهالروبورتاج. يا الله ما أحلاك يا بيتنا، يا بيتنا شو بنشتاق لك يا بيتنا. يعني شو بدي خبركن ع أيام الطفولة بهالضيعة الصغيرة الحلوة اللي مش مغيرين حجر فيها بعدها مثل ما هي. هوني هيدا داير زرعاية سيدة البشارة. هيدا الداير كل من هون لهونيك. كنت أنا أمرق من هوني وانزل بوادي 2 كل يوم الصبح. ابن 12-13 سنة روح جيب حليب من راهبات البشارة هونيك بداير زرعاية. حياتنا كانت حياة طبيعية، حياة الضيعة. كل شيء كان من هوني، من حوالي البيت. الأرز كنا نزرع القمح، نحصده وبعدين نشمسه وبعدين ناخده على البيدر ندرسه على المورج وبعدين نعمل البرغل ونقعد على الجاروشي. السطح هوني يبقى في سلم، يحو هيدا السلم هيدا
يطلعوا النسوان لفوق مع على المقارس، يقعدوا ينحتوا الكشك هونيك فوق على السطح. يا الله يا الله ما احلاها هيديك الايام. يا هيديك فرد بيان هونيك فوق على راس التله من هونيك. هيدي هوني ليعات نبقى يعيطوا من هون لهونيك، يحكوا بالصوت معهم على ليعات من هون. في احلى من هيك شغله؟ يا سامعين الصوت؟ ما حدا بيرد. يا الله تخلي الله حتى الله يخلينا. بدي نجمع اخوتي واولاد الضيعه واولاد من عمرنا ونجي نكتب سكتشات ونمثلهم، والمسرح كان هيدا مسرحنا الفيراندا الصغيره. دهري حرمني من المكاسب مطلبي، والعلم ديني والثقافة مذهبي، والمصبغة مش قادرة تنظف عقول، من هيك للتنظيف بفتح مكتب. لو بالروبورتاج عم بتقول لا تنده ما في حدا، نحن رح نرد عليك ونقول لك تسلم هالصوت وهالصحة وهالطلة، وكل العالم بترد عليك. لا، بتسمع صوتك بيودي استاذ أنطوان، من زبوغة لآخر ضيعة بجرود عكار ولا جنوب. قديه هالإحساس اللي شفناه، قديه هيك بتشتاق لهيديك الأيام، لأيام الطفولة. في شيء تغير بمنطقتك ولا بعدها محافظة بقلب المتن على هالشيء اللي أنت بتحبه؟ أنا بفتخر بضيعتي هيدي الصغيرة الحبوبة يلي شهدت خلقتي من وقت اللي خلقت وربيت فيها، وبعدها بقلبي وبروحي وبتضل، وتأرجع ليا تأرجع ليا بعد ما الله ياخد أمانته وكون فيها أنا ضيعتي زبوغة. ضيعة حدا بيقول لك الضيعة بعدها ضيعة تغيرت عليك ولا بعدها ضيعة مثل ما هي، مثل ما الله خلقها. ما غزيتنا نحن حضارة اللي تمحي أصول الضيعة، بعدها ضيعة مثل ما هي، بعدها خيم هي وجوارها، يعني كفرع آب، وادي الكرم، زبوغة، الشاوية. يا الله يا الله، هودي الضياع، ما هودي ضياع لبنان. أنا بنسى هودي شو اخدين من قلبي ومن روحي. اطلع أنا كل يوم بهالحراش عوادي الكرم لفوق لجيب التفاح وجيب الدرات، لأنه زبوغة ما كان فيها مي ولا فيها فواكه ولا كذا إلا العنب، يعني هيدا شو اسمه. أو اطلع روح على كفرتين بالليل بالنهار نجيب الخضرة والفواكه. يا الله، مرسم عين العمودي وداير زرعاية كل يوم روح يجيب الحليب من هونيك. خبرني، بعدهم بيجرشوا برغل وبعدهم بيعملوا في بعض البيوت بعدهم بيجرشوا، يعني الآلات القديمة بعدها كلها محفوظة بالضيعة. نعم. استاذ أنطوان، كنت بعمر 12-13 سنة في خبرية هيك بتقول انك كنت مثل ما خبرتنا كنت تروح تجيب حليب، يعني بنعرف نحن انه الحليب كان على وجه الضوء. ما كنت تخاف بهالوديان؟ يعني انت ورايح ما كانوا يعتلوا همك يبعتوك لانك الكبير؟ بالاول كنت استهاب الموقف شوي، بس ما في، انا الكبير بالبيت والماما انا بدي طيعه. امي الله يرحم ترابها هي الذي فشتني وخلتني اوصل لما انا هو علي. الله يرحم ترابه. نعم. الله يرحم كانت ترابه. تطلب منك تروح تجيب حليب وتروح بالصبح على وجه الضوء بالسقعه. بنعرف زبوغة عاليه، يعني منا منطقه متوسطه. بس كسرت على الخوف انا ما فيي، وكنت على طول وقت اللي اظهر من البيت، يعني اكثر شيء بيخوفوا بالضياع، يعني كل بيت بالضيعه بهديك الوقت من شان الوويه والحيوانات اللي بتطلع بالوديان. كان يكون عندهم كلاب، والكلب انسان الغريب بس بيهجم علي او كذا. انا
ما كنت خايف من الكلاب لأنه كنت مربيهم. يعني على طول وقت اللي اظهروا من البيت معي عصا هالقد هيك وفيها بعكورة من هون، ومعي هون بجيبتي سكينة هيك عوسية كبيرة لا إذا حيوان مفترس بس أوصل كلب ويجي هاجم علي قبل ما يوصل علي قل له نهدوا الكلب. اذا يقولوا لي يخيفوني فيه قل له نهدوا الكلب. صاروا يعرفوا انه جاي انطوان كرباجي هدوا الكلب لانه راح بيروح الكلب. يعني اكثر من مره هدوا الكلب يصيروا تيجوا شو وانا العصا بايدي قبل ما يوصل علي يكون جيت فاقعه بالعصاية من هون على اسنانه وهر له اسنانه وضربي على راسه يروح بالارض. وهذا هيدا ليه تعودت؟ انت دربت حالك ولا انت ربيت بهيدي ربيت انا بهالجو، صرت انا مسؤول عن حالي. ما حدا يجربوا بالضيعه ولد عمره 12 سنه 13 سنه بالليل الساعه 12 بالليل وحده بالليل تبعته امه على كفر عقاب، ما كان في طرقات توصل طب ليه بدها تبعتك كرمال الحليب؟ كنت مضطر تجيب حليب على البيت ولا توصله لحدا مثلا؟ لا كنت جيب حد، كنت اطلع على كفر عقاب الصبح في بوسطة اسعد بدها تنزل على بيروت، تنزل بكير الصبح بكير اطلع انا اخذ مثلا سلي بدي ابعتها لخالتي على ظهور الشوير، اطلع بالليل ومجبور اطلع. وصاروا بالضيعه يقولوا يا عمي معقول هيدا الصبي ما بيخاف بيكسر على الخوف. صاروا بعض الشباب يجربوا يخوفوني بالليل. يعملوا لك كمين يعني؟ يعملوا كمين ويلبسوا غير شيء ويجوا بدهم يخوفوني. كانت درجة ايام الاشباح والارواح وكذا. والاشباح والارواح هيك. ليلي انا نازل من كفر عقاب بالليل شي الساعه 12 ونص وحده بالليل نازل، واحدهم بمطرح وعر هيك لاطي وشافني ونازل مغير لبسه وظهر قبالي. عملت حالي انا خايف ونزلت بالارض. انا نزلت تعرف شو بدي اعمل، نزلت وشو اسمه هو وصار عم بيقرب صوبي، صرت ناطر يقرب اكثر وانا ازو قرب صار بعيد شي 10 مطوره عني، وقمت ومعي دبشه هالقد وجيت سيف وفيها على راسه من هون وفجر الدم من راسه. وبعد يعرف بده يهرب بركب حاله. قال له يا عمي شايف ولاد ايش يا انا مثل انا بدي خوفه وخوفني وما عدت استرجي امرق بطريقه بحياتي. كنت مربي الضيعه يعني؟ كنت عامل فرقه لإلك؟ كان في عندك وراك ناس مثلا معك ولا لحالك؟ انا لحالي، ممنوع حدا يقرب. خلص صاروا يعرفوني. نعم. هذا الولد اخواتك كانوا مثلك وهيك كانوا متكلين عليك؟ كانوا متكلين علي ايه. نعم. ما انا الكبير. ولا مره حسيت حالك خيفان من اي موقف؟ ابدا. يعني بربر اغا من زمان. بعرف انه في شخصيه كتير مأثر فيها ودايما بتذكرها وبتعبر انه كمان غير والدتك الله يرحمها، بتقول انه جدك اسبر كان عنده على طول تأثير فيك، وبتتذكر انه كان عنده بوجهه يقدر يعمل حركات ويتقمص شخصيات. هيدا الرجل هيدا انا ممركني كثير. جدي اسبر كرم كان من القبضيات وكان مغامر وكان كريم بشكل مش معقول ابدا. وكان يترك الضيعه، صاروا معودين عليه. هو جدك بي امك؟ بي امي. نعم. يترك الضيعه ويروح يهاجر سنة سنتين 3 غامر بأفريقيا، بارم أفريقيا كلها. قلت أنا بعدين بالتمثيل منين جايتني هاي؟ جايتني من بالجينات من جدي اسبر. جدي كان ممثل، كان يغامر يغيب سنة سنتين، صاروا معودين عليه. ويجي وقت اللي يرجع متنكر. يعني ممثل متنكر، مغير لبسه، مغير حلاسه، مغير وجهه يبقى مغير وجهه، مغير كل شيء ابدا. يجي انسان غريب. ووقتها ايام حرب وكذا كانوا يخافوا، كانوا يهربوا وقت اللي يشوفوه جاي يتخبوا، لان كان في يجوا لصوص يسرقوا التجار اكيد ويعملوا لهم قطاع طرق. مين كان يكشفوا؟ كان يكشفوا الكلب يشم ريحته يهجم عليه ويجي ويطلع يصير يمرمغ وجهه وراسه فيه وكذا، يعرفوا انه هيدا هو. فهيدا من خلقته ممثل يعني. نعم.
انا قلت هيدي جايتني بالجينات منه، من تركيبة الشخصيات اللي كان يتقمصها لحتى يقدر يتخبى ويجي بعز الحرب يمكن بهيك وقال الأيام. كيف بتلاقي انه يعني نحن اولاد 9 سنين 10 سنين بزبوغة ما كان في شيء اسمه مسرح ولا حدا سمع بمسرح. جمع انا اولاد الجيران، اولاد خالتي، اولاد عمي ونقعد ندبج نكتب هيك سكتشات ونطلع نمثلهم وين على المسرح تبعنا، هو الفراندا تبع البيت عندنا. نعم، من هيدا من عم نحكي من عمرك 9 سنين كان عندك هيدي 10 12 سنة كان عندك هيدا الحب لانك تمثل من دون ما تحضر مسرح. وما كان في شيء اسمه مسرح يعني ولا ما حدا سامع بمسرح ولا سامع، ما كان في شيء اسمه. نعم. شفتي كيف؟ طيب هيدا من ناحية الضيعة، بس كيف كان بالمدرسة أنطوان كرباج؟ كنت شيطان بالمدرسة؟ يعني زلمة شاب هيك عن تيت وقبضاي والضيعة بتستهابه وعمل لحاله حالة ممنوع حدا يقرب عليه، كيف كان بالمدرسة؟ كان شاطر؟ كان شيطان؟ لا بالمدرسة كنت شيطان، بس ما كنت أبدا كسلان أبدا. كنت يعني على طول متابع. على طول. شو أكتر مادة كنت تحبها؟ شو أكتر مادة كنت تاريخ. تحبها؟ مشان هيك بعدين لكن تخصصت بالتاريخ لاحقا. يعني وكمان هلا رح نحكي عن التاريخ. اكيد هيدي مرحله بالفقره الثانيه، رح نحكي عن التاريخ ورح نحكي عن الشخصيات التاريخيه وعن اهميه كمان تخصصك بالجامعه اليسوعيه. والدك كان استاذ كرمان، ما هيك؟ نعم. هل كان يعلم بالضيعه، وكان يعلم بحملايه، وعلم بالبقاع بعيطة الفخار. هلا مرات انا وقت اللي بطلع على البقاع وكذا وعلم بزحله بيعرفوا أنطوان كرباج من زبوغة بالمعلم شكري كرباج من زبوغة بتعرفوا، بقول له مبيي ويا الله يا الله يا الله يا الله، عم حبة الناس يا الله مع الذكريات الحلوة يا الله. مشان هيك هو دفشك على دار المعلمين وتخصصك بالتاريخ. يعني هو كان له علاقة بهيدا الرابط. نعم. بضيعتك زبوغة حكينا مع الناس وخبروا عنك ونشوف سوا الريبورتاج شو قالوا. أنطوان كرباج تاريخ بالتمثيل وبنفتخر فيه بضيعتنا، وعطى كتير للبنان وللمسرح. أنطوان كرباج ابن بلدة زبوغة، خلق بهيدا البيت، هن 5 شباب وبنت. عنده حنين كتير لهيدا البيت، عنده حنين لهالدرج للقناطر اللي عنده بالبيت. بنفتخر فيه نحن بزبوغة. نحن بنفتخر بهيك شخص من عنا من الضيعة، وقديه عم يعطي بمجاله. وعلى كل المناسبات بيطلع على الضيعة، مثلا شو ما كان في بالضيعة بيطلع بيشارك، بحب يطلع يعني. واكثر شيء بيطلع بالصيفيه ايام الاحد وهيك، لانه بالشتاء مش قاعدين هون، هن ساكنين ببيروت، وكل اكثر الاوقات بضليهم هون بزبوغة. أنطوان كرباج كثير اشهر بكثير من انا اعرف عليه، يعني اكبر بكثير من الكلمه اللي بدي احكيها انا. يعني بنقضي كل نهار نحكي عن أنطوان كرباج. أنطوان كرباج ابن بيت مرتب، عمل عائلة كثير مرتبة، انسان رائع، كثير قريب على القلب. بالحقيقة إنسان مميز، فنان كبير كثير أنطوان كرباج. أنطوان كرباج أيقونة بالتمثيل، وقد ما ينحكى بضل قليل عليه بزبوغة كمان. نحن شو ما حكينا كتير قليل عنه، وبنتمنى له كل الصحة ليضل ماشي بهالدور اللي رفع فيه اسم لبنان واسم زبوغة. يا أنطوان كرباج، يا وجه السنة، يا ابن بيت على الأصالة من بني، ومن هون حبيت بطريقة معلنة اهديك قلبي اللي ما بيعرف ملعني، ولو قدرتي اهديك قد محبتي على القليل كنت بهديك.
استاذ انطوان، المحبه كتير كبيره هيك، وعن جد يعني بتحس بكل كلمه، يعني ما حدا طالع يحكي لانه بس عباله انه يحكي شيء عن انطوان كرباج، الحديث طالع من القلب. قديش زارع فيهم هالقد محبه وكمان قديش بتعمل واجبات، يعني قد ايه بتكون بالفرح وبتكون بالكره لحتى وما بعدت، ما اخذتك الشهره، ما اخذتك الاضواء. لك الانسان اذا ما بده يحن على خيه الانسان وين ما كان باخر الدنيا كليتها، الله خلق هالكون كله للانسان يحن على خيه الانسان وين ما كان، مش لانه خيه او لانه ابن عمه، لانه ابن ضيعته. لو كان ابن الصحراء اول ما كان، الانسان خي الانسان. هيدي انا مبدئي بالحياه. نعم. انا وين في انسان بقدر روح ساعده لو باخر الدنيا، ما باخر ولا. نعم استاذ انطون، بس كان فيك تكون يعني مش رح اقول اقل تواضعا، يعني تسمح لك الشهره، الشخصيات اللي اخذتها، الهجره اللي يمكن كمان او اولادك اغترابهم لبلاد برا، زوجتك اللي اسمها كتير كبير بعالم الاعلام، كل المجالات والعصر الذهبي اللي عشت فيه. انت رسمت مع كتير كبار عصر لبنان الذهبي، يعني كيف فيك تكون ما رح اقول متكبر، انما اقل تواضعا، وتبعد عن هالضيعه وتبعد عن هالناس وتقول لهم انه انا عملت كياني، اوكي انا من هالارض بس عندي كيان، وما تعود هالقد قريب منهم وعندك هالمحبه. ساعتها بطل كون انا انطوان كرباج. نعم. ولا كلام بعد هذا الكلام، يعني هيدا هو انطوان كرباج من وقت اللي خلق وربي ولحتى الله ياخد امانته. نعم، ابن هالمنطقة من جبول بهالأرض، وكان يعمل كمان لحتى رجعك. كان خبروني بس مش على الهواء، تحت الهواء، انه كمان كنت تعمل حلبات مناطحة، وكنت تعمل سهرات لعب ورق، وكانت ولعانة على طول الاخبار. وقايم المحادل، ما كان في المحدلي نحدل فيها السطح. نعم. وقت اللي كان السطح تراب، المحدلي قدام البيت نيجي نتبارى مين في يشيلها يردها لصدره، او مين في ينشلها فرد نشلي لفوق هيك. نعم. وجرن الكبه، نحط الجرن الكبه نحط فيه شو اسمه عود طحين. نعم، وعظم او عظم، ومين فيه يشيله بفرد ايده ويرفعه لفوق. وشو لكان هيدي كلها مارق على كل هيدي مراحل الضيعه. بدك بتحب لعب الورق بالضيعه، وكيف لكان وبعدك لهلا بتطلع بالصيفيه وبتعمل طاوله لعب ورق وسهره على السطح وعلى ابدا ما في شيء تغير. ما بحب غير. نعم. هيك ربيت انا وهيك بحب. وقبل ما انهي هيدي الفقره، شو بتقول لهم لاهل زبوغه؟ بقول لهم انتو يا اهلي يا احبائي، أنا ربيت بيناتكم، وأنتوا ساعدتوني ودفشتوني لحتى صرت أنا أنطوان كرباج. أنا فضلكم علي، وما ممكن أنسى دقيقة بحياتي. أنتوا أهلي، وأنتوا روحي، وأنتوا بقلبي وبفكري وبعقلي وبدماغي، وأنا بخدمتكم وبأمركم ساعة اللي بتطلبوني وبتوجدوني. الله يخليك أستاذ أنطوان. نحن بريك ومنتابع هذه الحلقة المميزة من سر نجاح مع المبدع أنطوان كرباج، وإلى الفقرة الثانية من بعد البريك. نحن ثروتنا بلبنان هو تاريخنا، شو عاملين فيه؟ ليه علم إنه منقط ال4 حروف راحوا ورجع على 4 من دون نقط. رجع على إشي يعني. قديش بتحس هالأدوار أثرت بقلوب الناس؟ قديش بعده العالم بيعيطوا لك بربر آغا مثلا أنت ومارق على الطريق؟ سليم الديك مرة من هنا. بدنا مبدعين مثل أستاذ أنطوان كرباج. أنا أقل الناس. بدنا مبدعين على طريق أستاذ أنطوان كرباج. لازم نكون وراه نحن وندفشوا يعطينا. نحن بدنا مبدعين بهالبلد. دخلك مين مش عم بيقرب؟
اللي بيهرب ربحه من درب الضرايب منه مهرب، اللي بيهرب السعر عن البضاعة منه مهرب، اللي بياخد اشياء غريبة على بلاد غريبة بشنط غريبة منه مهرب. لا كلهم مهربين، انا على القليل بهرب من درب اللي بدهم يهربوا. رأيي إذا كتروا اللي بيخالفوا الشريعة ما بتتغير الشريعة، والمخالفة بتضل مخالفة. انا عايش برات المخالفة، وبعدين انا ما بكذب، بهرب وبسمي حالي مهرب. هن بيهربوا وبيعطوا حالهم القاب مهمة. وليش اخترت هالشغلة؟ هي اختارتني، حملتني بارودي وقالت لي مشي. كان في يومها رجال قاعدين بالشمس وناطرين، كان في ولاد، صرنا اهل جرود وصار عنا ضيع على حالنا، وولاد ونسوان ينطرونا ويصلوا لنا. واللي في عنده ناس بينطروه بيصلوا له ما بيكون عم بيعمل شي عاطل. في كتير بيعيشوا من هالشغلة؟ ضيعتي كلها. لو بتشوف خلف الطواق الصغير يشوفي وجوه، خلف الحيطان السميك يشوفي بوريد. بدهم ياكلوا، بدهم يعيشوا، بدهم يبعتوا ولادهم على المدرسة أحلى ما يطلعوا مثلنا. رأيي إنه الحكومة مجبورة تعلم لهم أولادهم. الولاد بدهم يكبروا، ما بيقدروا ينطروا تيصير في حكومة. كاسك خي برهوم. مكملين معكم المحور الثاني من حلقتنا لليلة، اللي بالفعل كلمة مميزة قليل عليها، مع ضيفنا المبدع أنطوان كربيج، تنغوص بهالمسيرة من الإنجازات والمسيرة من الفن والثقافة والإخبار اللي هيك بتنعش لنا ذاكرتنا وبترجعنا للأيام الحلوة. أستاذ أنطوان، نحن بالمحور الثاني بنفوت بمرحلة التحديات، ولكن قبل ما أوصل لقصة التاريخ ودراستك للتاريخ، في خبرية هيك خبرتني إياها بحب كتير تخبرها للمشاهدين، عن كمان مرحلة ذكريات المراهقة والطفولية وهالزجل اللي شربته من عمك رزق الله ومن بيك شكري اللي كان أستاذ، وكان هيك بعده مطبوعة بذاكرتك. خبرني عن في شاعر بالزمان من ضيعة قلت له زجل وتحديته بسهرة، خبرني إياه. ليكي نحن بالسهرات بالضيعة بيجتمعوا كل ليلة ببيت وكذا، ناس بيحبوا بعضهم ويقعدوا يتساجلوا بالزجل، وكلهم ما في بيت بزبوغة ما بيقول زجل. نعم. ايه، فهاي ربيانين عليها نحن. وكان في شاعر نحن بالمنطقة مش من زبوغة اسمه نجيب، بيتردد على الضيعة، يتردد على الضيعة لعنا، يتزاجل ويشوف حاله ويتزاجل مع الزجالين عنا. أنا بيي كان أستاذ كان يعلم بحملية. اجى ليلي سهر وقال بيي ما كان بالبيت، كان بحملية، ما في مين يرد عليه. ايه، مع مين بدي اتزاجل انا ونو شكري ونو رزق الله وكذا؟ لو ما في انطوان صغير عمره 15 16 سنه. قال له انا بدكم تباروني مع هذا الولد، من هو هذا اللي بده يتبارى مع نجيب؟ قالوا له اقعد هجي انتوا عمل بدك اياه، اذا ما قدر يجيبك بتكون انتصرتوا في الليل وخلصنا. وبلش وقام فقعني ردي. نعم. هجاني فيها ووصل هذا ردت هجا يعني. هجا على ايدي. نعم. وانا ساكت هيك ومدري شو، وهو يقول لي رد لشوف، رد بدك ترد على نجيب. وطلعت معي معاهد نجيب وما به أدنى سقط، ما كنت أعرف ليش هالليلي سقط، لي علم إنه منقط الأربع حروف، راح ورجع على الأربعة من دون نقط. رجع على إجري يعني. بده يضربوا له لوين رمان يا حمار. هيدا كان الهجا يعني من الجوابات الثقيله. استاذي رح اروح معك ايام كمان الصبا وايام درست التاريخ والجغرافيا بدار المعلمين، بعدين تخصصت بالتاريخ قد ما حبيته بالجامعه اليسوعيه. شو الرابط بين التاريخ والفن، وشو الرابط بين التاريخ والشخصيات التاريخيه اللي لاحقا انغمس وانطبعت فيها شخصيه أنطوان كربيج؟ طيب، ما في
يلي عملوا التاريخ أشخاص مهمين بالتاريخ، وهودي مفروض إنه نحن نبينهم على المسرح، والأطفال والشباب اللي ما بيعرفون وعاشرون وبيعرفون لازم يعرفوا تاريخهم. نعم. طيب أكيد يعني التاريخ أنا هيدي شغلة بحبها، ونحن ليش أنا بحبها؟ لأنه أنا بعرف إنه نحن ثروتنا بلبنان هو تاريخنا، شو عاملين فيه. لك يا عمي عنا أثرات بترجع لقيوها هون، مش عم نخترعها، لقيوها أركيولوج مهمين بالعالم اجوا على هذا البلد لقيوا أثرات بترجع ل20,000 سنة من هون بوسط بيروت، بوجه مجلس النواب. نعم. في كنز تاريخي مدرسة الحقوق الرومانية يلي طلع منها قانون جوستنيانوس يلي أخذت منه قوانين من كل الأرض. نعم. بدل ما نطلع هالكنز هيدا طميناه زبالة هلا. طميناه بالاول، صبينا بيتون وزفت بيتون عليه، مسلح بالأول. بيتون مسلح، وهلا طميناه بالزباله. هذه ما بستغرب قديش غرامك بلبنان هالقد وقديش التاريخ مشتغل على هالشخصية وصقلها، بس أنا كتير بهمني يعرف المشاهدين نقلتك على الفترة اللي بلشت فيها مسرح، كيف كانت معرفتك بمنير أبو الدبس؟ كيف بلشت هالمعرفة؟ نحن كنا بلجنة مهرجانات بعلبك، اللجنة كانت عاملة فرقة، وكنت أنا بلشت أطلع على المسرح وكذا، وجابوا أستاذنا منير أبو دبس، فتحوا له معهد بآخر خط المنارة، كنا نطلع بالترين، كان على أيام الترامواي. رحت أنا تسجلت بالمعهد هناك، وأول مرة فت أنا لجوا معهد أوضة. ما كنت بتعرفوا بعد لأستاذ منير؟ لا، نعم. سجلت عنده بس يعني هو سجلت ليعلمك. فت لجوا أوضة عتمة وشباب وصبايا قاعدين على المسرح وبروجيكتور مضوي عليهم هيك جامدين. قلت أنا شو عم بيعملوا هودي؟ شو عم بيحضروا أرواح؟ قعدت 10 دقايق، ضيانت 10 دقايق، وقمت هربتوا في الليل. عرفوا لجنة بعلبك، قالوا لي شو بك هربتوا؟ الليلة تعال تسجل. قلت لهم شو أنا جاي أحضر تحضير أرواح وكذا ومدري شو. اجت سعاد نجار الله يرحمها لقيتني، قلت لي يا أنطوان هودي عم بيحضروا حالهم، في قبل ما يبلشوا يعملوا شيء أو يقروا كذا، في قصة التركيز الكونسنتراسيون، في قصة الريلاكس ترخية الأعصاب والأعضاء وترخية الفكر والوجه وكذا، اللي يحضروا حالهم ليبلشوا. إن شاء الله فكرك إنه هيك بتطلع أنت بتحفظ وبتروح في قواعد وكذا ومدري شو. صرت أنا روح، حسيت إنه الشغلة مثل ما عم بيقولوا لي معهم حق. صرت أطلع على المسرح لا أكون محضر شغلي بدي إذا أطلع مع شباب أو بنات يصيروا على المسرح يقرقوا علي ويضحكوا علي، ما عدت أطلع على المسرح. صرت روح أشتغل لوحدي بالبيت. نعم. جينا بآخر السنة في فحص، صرت فتش أنا بهالمسرح، بوصل بمسرحية ديسديمونا، هيدا وقت اللي بفوت بده يخنقها، في مونولوج بيقولوا قبل ما يروح يخنقها وكذا، مونولوج لوحده موجود عندي النص بالإنجليزي وبالفرنساوي، بيجي أنا بترجم النص للعربي وبقعد بحضره مزبوط، وتاني يوم بروح على الفحص، بقعد بنطر آخر شيء وبقوم أنا بطلع على المسرح لوحدي. منير عم بيطلع، ما أنا مش منتبه، طلعت أنا وطالع بشعور أجريسيف إنه إذا حدا بيتحرك أو بده برجع أيام الضيعة والعصاية. إذا بده يتمسخروا علي أو يضحكوا علي، في كراسي ضخمة هونيك، لاقت الكرسي ومناولوا فيها عن المسرح على راسه، بهالشعور هيدا الأجريسيف طلعت وعملت هيدا المشهد أنا، ونلبس الجو بشكل ولا بسمة ولا حركة. نزلت أنا، منير بيطلع فيها هيك بيقول لي مينك أنت؟ منين جيت؟
منين طلعت لي؟ قلت له كيف نطلع؟ انا هون بالمعهد عندك وشو اسمك؟ قال لي انت مسجل عندي؟ قلت له انا انت رحت كتبت لي اسمي. ما كان يصدق، فكرني عم بيكذب، راح طلع قال لي لا بك شيء انت؟ قلت له لا شو بني؟ شو عملت خطيه؟ قال لي انت عرفت شو عملت الليله؟ فكرت انا عملت شيء جريمه. قال لي فاجأتني المفاجأة الغريبة العجيبة اللي ما كنت منتظرها ولا بشكل من الأشكال. لك كيف؟ قلت له ايه أنا كنت أطلع ويضحكوا علي، ما عدت أطلع، صرت روح واشتغل وحدي. من وقتها منير حط عينه علي. نعم، وبلش المشوار مع منير. قبل ما نوصل للمشوار ويعني قبل ما نغوص أكثر بالمشوار المسرحي، أول ظهور لإلك كان غريب، إنك ظهرت بالمغرب مسرحيا، ما ظهرت بلبنان، ليه؟ ايه ثاقبت انه طلبونا على المغرب مع فرقة منير. ايه ورحت كان أول عرض لإلك بالمغرب. نعم، كانت تجربة منيحة؟ تجربة مهمة كتير. وأول ما كتبوا عن ممثل طالع بلبنان ويا الله ويا لطيف. نعرف فيه أكتر شيء غير قوة التمثيل وقوة الحضور كان هالصوت. بتعرف العالم بتقول صوته جاي يمكن بالجان، صوته جاي ما بعرف من أي تركيبة معينة، بس أكيد عندك خبرية لصوتك أستاذي، يعني مش بس الجان تبعيتك. أو يمكن مرة حدا قال لي أكيد أنطوان كرباج كان يمرن صوته بالوديان لأنه ابن جبل. شو قصة هالصوت اللي بيتمتع فيه وهالنفس؟ أنا كان عندي، ما هيدي ما حدا بيعرفها، إنه الله عطاله أنطوان كرباج هالصوت هيدا. ما بيعرفوا إنه أنا أول مشكلة كانت عندي هي مشكلة صوتي، لأنه الصوت ما لازم يطلع من هون من الزلعيم. هيدا الصوت اللي بيطلع من الزلعيم كنت أطلع أنا بشو اسمه، يطلع صوتي من الزلعيمي من هون ربع ساعة وكذا يختنق صوتي وما عود أقدر. لعرفت انه الصوت لازم يطلع من هون من الديافراغم. نعم. وهيدا اهم تمرين للصوت ليمرن صوته، هو تمرين الضحك. كنت اقعد انا بالاول هيك تمرين الضحك رهيب. مش معقول يعني ما في مزقف لك، ما في هيدي قد ايه اخذت معك وقت لاكتشفتها؟ يعني كنت كل يوم كيف كنت هيدا؟ كنت كل يوم، صرت أقوم كل يوم الساعة 6:30 الصبح، في عندي شنطة كتب وزنها شي 30 كيلو، نام على ظهري على السجادة وحط هوني على الديافراغم الشنطة تعمل الحركة وأعمل تتعود، طلعها ونزلها لتحس انه وقت اللي عم بحكي انه الشنطه عم تطلع مش قاعده على بطني، احس انه الصوت عم يطلع من هون. وبلش من اوطى صوت لعندي لاعلى صوت ساعتين كل يوم 6:30 الصبح. هيدي اكتشفت بلشت تتدرب عليها من بعد، يعني خلال تمرنك مع منير ابو دبس او اكتشفتها لاحقا؟ ايه نعم بوقتها. وكان في بعدني كنا نحن ساكنين بعين الرماني، نحن بالطابق الثالث، وبوجنا كان في جارنا بالطابق الخامس كان شغلته بقوى الامن الداخلي، يعني ضابط بقوى الامن الداخلي، وهذا شغله بالليل يعني بده ينام الصبح. وقوم انا 6:30 الصبح ما معي خبر، وصارت طلعت بالحي ضجه، واحد اخوت بده يهجلنا ولك اهله بنحبهم وقد الدنيا وجيران طيبين، بس هذا الولد يا عمي ما فيهم يهدوه، رح يهجلنا من الحي من هون، نحن اولاد الحي وكذا. وهيدا يصير يصرخ من فوق وما كنت اسمعه انا وما عم نسمعه. وهونك يوم مره هيدا اليوم وانا قاعد عم صرخ 6:30 بيلقط فوز زريعه وبزته من فوق على البلكون لعنا لتحت وبصير صرخ. طلعت شفته قال لي ولك شو ما بدك تخليني نام يا خيي، انا شغلي بالليل، انا عسكري، انا مسؤول.
وانا عم بطلع فيه ما صدقت كيف لبست الشورت علي وبالبروتيل وهربت. قال لي لوين هربان عم تهرب يعني بدك ترجع توعيني. وبعده عم صرخ من هونيك ونزلت انا على الطريق. قال لي لوين هربان؟ قلت بدك تهربنا من الحي هربان؟ انت هيئتك من الحي ومدري شو. فت انا بالبنايه لعنده طلعت بالاسانسير هو ما انتبه لي ودقيت الباب فتح الباب وشافني قال لي بعدك لحقني لهون وانا وراكع ببوس له اجراي وصباط واجراي وكذا واطلع ومرمغ وجهي بتيابه وقال له دخيلك سامحني. لقطني وشقلني لفاه وقال لي يخرب بيتك شو هالولد انت مش معقول ولك انت جيران انتوا جيراننا وبحبكم واهلك ما في احلى منهم وكذا وهلا انا صرت حبك زياده صرخ قد ما بدك. قلت له لا 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 انا ما راح تسمع صوتي بقى ابدا ابدا وبوعدك انت لك حق تنام وانت لازم انت مسؤول عنا انت والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي مسؤولين عنا. انا بدي اذيكم وكذا. ومن وقتها الحي ما عادوا سمعوا صوتي صرت اطلع على زبوغه اتمرن بزبوغه واتمرن بزبوغه وافلت صوتي بين هالوديان واسمع صدى كل صرخه والصدى الصوت يطلع بالوديان وهونيك وصار صوت نعم. أنطوان كرباج. من بعد ما تركته لمنير ابو دبس يعني عملت معه مسرحيه مكبث وعملت لشكسبير مثلت معه ورجعت انفصلته لانه في خبريه بتقول انه انفصلت عنه لانه كنت بتحب انك تمثل بالعاميه بتحسها اقرب ومنير ابو دبس بحب كان الفصحى. حسيت حالك انه انت لا اقرب الى الناس عن طريق العاميه صار في الانفصال. رجعت تعرفت على الاخوين رحباني بهالفتره. كمان في قصه لمعرفتك سنة 68 بالأخوين رحباني في قصة بينك وبين عاصي الله يرحمه مزبوط؟ عاصي الكبير يا الله عاصي منين منجيب عاصي تاني؟ عاصي الكبير كان عامل سهرة عشاء عنده وكان أصحابه هني ومنير أصحاب وعازم منير على السهرة لعنيكي وبيقول له لمنير جيب لنا أنطوان كرباج. كانوا يجوا يحضروا مسرح كانوا حاطين علي إنه يمكن فينا نستفيد يعني من هالشاب بنجيبه على المسرح عنا يعني. أنا ما معي خبر بهالقصة جيب لنا أنطوان بدنا نتعرف عليه. إجا منير عم بيقول لي هيك كذا وأنا يا ربي أنا بدي روح أتعرف على عاصي وماني مصدق حالي. وجينا ثاني يوم وشو بدي ألبس أنا وكذا. عاصي ومنصور كان إيه عاصي ومنصور نعم. إيه مع بعضهم ورايح أنا وهيك قلبي عم بيرجوا فيه كيف بدي أشوفهم أنا وأتعرف عليهم. وصلنا لهونيك من عشية بدق منير الباب وبيجي عاصي ما بيسمح حدا من البيت الخادمي او كذا يجوا يفتحوا الباب. فتحوا الباب ومدرسوا الباب وشافني طلع لبرا ووقف هيك وصرخ عاصي منصور منصور. فكر وقع وفرق راسه. قال له شو بك شو ما قال لي بقيت تجيب بدك تجيب أنطوان كرباج على مسرحنا حدا بيجيب الدب على كرمه. ومن وقتها صرنا وقتها بالمسرح وقت اللي نكون بالبيكاديلي 4-5 هودي بين الماتينيه والسواريه نقعد نتبارى ممنوع يطلعوا برات المسرح. أكيد 4-5 أنا وعاصي ومنصور وفيليمون وهبي الله يرحمه وويليام حسواني وإلي شويري. نعم. هو ممنوع نطلع نقعد نتبارى شو هالفرقة العظيمة شو هالأيام الحلوة. بدك ترجعني لمسرحية الشخص اللي فكروك العالم فيها انك انت تمثال. ما انا هي اول عمل عملته انا مع بيت رحباني. نعم. الشخص كان يفوت يوقف على المسرح عندي ربع ساعة 3 ساعة اوقف شخص يعني ما ولا حركة وصاروا يجيبوا النواظير يطلعوا اذا برمش عيني. وانا عارف هالقصه هيدي ورحت انا قبل كل ليله اقعد يعني هو ربع ساعه 3 ساعه اقعد انا نص ساعه
بالاول يرمشوا عيني، لو وصلت لمطرح اقعد نص ساعه ولا حركه، ولا رمشة عين ولا حركة بعيني خالص خالص خالص، وحط مراية قدامي واقعد وشوف، ورحت طلعت انا. اوقف، صاروا الناس يقولوا يا خيي انطوان كرباج بيظهر بالاخر بيحكي، بس هذا جايبين تمثال، مين اللي عمل له هذا التمثال؟ اي نحات نحته، وملبسينه ثياب كمان، واكيد حاطين له بطاريه بثيابه من جوا بيحكي من خلالها، اكيد هذا شخص مش انطوان كرباج هذا. صارت توصل لي انا الخبريه. جينا باخر ليله وصاروا يجوا الناس، كانوا ناس بعد مش شايفين المسرحيه، ويصيروا بين فتره وفتره يقولوا شفتوا بتصدقوا؟ معقول يكون هذا انطوان كرباج تمثال؟ مين اللي عمل له هالتمثال فظيع؟ مش معقول هذا، شو بيشبهه هذا النحات كانه هو، مش معقوله. انا وصلت لي هذه القصه، وبالاخر مشلحت ثيابي انا، بقيت واقف انا، طفيوا الضوء وضووا وضليت واقف انا هيك. لك نسيوا التمثال على المسرح، نسيوا التمثال على المسرح، نسيوا يشيلوه، وعم بيشيلوا الديكور ونسيوا التمثال. قلت لهم هيدا التمثال هو انطوان كرباج. هيك انت سكتت الناس، ولك خوتوا وقفوا ونزلوا وهجموا على المسرح. بين الشخص وبين صيف 840 مسيرة يعني كمان طويلة مع آل الرحباني. يمكن كانت كمان رجعت اشتغلت بزنوبيا، وكان عندك أكثر من تجربة. مسيرة حياة، علاقتك بعدك بولاد منصور ببترا هيدي بترا كان معي دور، هيدا دور مكروه بشكل. الخاين اللي اخذ لبنتها بده يقتلها، وشو اسمه لبترا يعني تصوري. نعم. وفيروز يعني مش يعني مكروه وبلشناها ببترا نحن بالاردن 15 يوم. اول ليله باخر الدور تبعي انا، واكيد الناس بدوري عم بيقولوا يلعنك ويلعن صحتك، اكيد عم بيقولوا هيك. واوصل بهذا المونولوج اللي اطلع فيه انا كريشاندو طلوع هيك، واجي لابد بالارض الليله، وجيت لابد بالارض وشعلت الصاله بالزقيف. قلت ايه عم بيقولوا لك ايه موت ابر يلعنك ويلعن صحتك، يزقفوا هيك. قلت انا عم بيزقفوا يعني ينتقموا مني، مش عم بيزقفوا لي لانه دوري مهم. ايه ما خرمت كل ليله نفس الشيء. قلت انا طيب يعني شو بدي اعمل؟ الدور انا وعم بمثله وعم بيوصل لهم مزبوط، فاذا انا عم بعمل دوري مزبوط. جينا من الأردن على سوريا 15 ليلة نفس القصة، كل ليلة نفس الشيء. جينا على كازينو لبنان كل ليلة نفس الشيء. لآخر ليلة بيقول له منصور العاصي، منصور هي أول مرة بمسرحنا بزقفوا للممثل مش للدور اللي نحن كاتبينه. وفهمت انا انه كانوا عم بيزقفوا لك لإلك. وصل لي حقي، انبسطت قد الدنيا. هالمسيره الطويله مع آل الرحباني بقيت على علاقه متواصله حتى مع رحيل عاصي ومنصور، يعني كفيت من بعد عاصي 840 زنوبيا وما الى ذلك. بقيت العلاقه علاقتك فيهم بعدها جيده؟ بتشوفهم بشوفوك بتطمن على فيروز ولا شوي هيك بعدت تقلك شغلي، فيروز انا بحبها وهي بتحبني كثير. أنا فيروز وقت اللي نكون بمسرحية فيها فيروز، هي كانت تصف سيارتها بالجراج بالبيكاديلي تحت، أنا بس أخلص قبل ما أشيل مكياجي وكذا انزل انطرع على باب الجراج لتنزل قبل ما تاخد سيارتها، لا القطها وبسلا ايدها وشو اسمه بعدين اطلع. كان عندك علاقة كتير قوية بريمون جبارة الله يرحمه. ريمون صديقي وزميلي وخيي وحبيبي ورفقة عمر نحن وياه عشنا سوا وكذا. ريمون تعذب كثير بحياته
والله خلص واخذوا لعنده قد ما تعذب ومرض وكان يا الله. بس كانت مرحلة حلوة من المسرح بينك وبينه ومن العلاقة. وكيف لكان كيف لكان ريمون كان من المبدعين بالكتابة وبالتمثيل وبالحضور. نعم استاذي، رح انقل للشاشه الصغيره، رح انقل لبربر اغا، للبؤساء، من انت يا ديالا، شخصيه سليم الديك اللي ما حدا الا ما بيذكرها. قديش بتحس هالادوار اثرت بقلوب الناس؟ قديش بعدهم العالم بيعيطوا لك بربر اغا مثلا انت ومارق على الطريق؟ قد ايه هالشخصيات يعني هيدي شخصيه بربر اغا أنطوان غندور، ولك الله يطول بعمره، هيدا الحبيب الكاتب الكبير المسرحي والتلفزيوني ومؤلف الكتب أنطوان غندور، لك الله يعطيك الصحة والعافية ويطول بعمرك، خلي لك عائلتك البيتية وعائلتك الكبيرة بهالوطن اللي بتحبه من قلبك ومن روحك. فأنطوان أنا هيدا رفقة عمر أنا وياه، وهو هلأ بصدد تحضير عمل مسرحي كبير. نعم حكي عنه بحلقة سابقة معنا كمان، كان لنا لقاء معه وعم يرجع عم بيطالبوه هلا انه ليش ما بترجع تطلع لنا بربر اغا. بتطلعوا من القبر تقول له اطلع شوف شو عم بيصير بوطنك، انت رح يرجع يعيد بربر اغا. بتحبها هالشخصية ايه استاذ بربر اغا؟ طيب بربر اغا هيدا شخصية حالة هيدي حالة، هيدا شخص كان عنده وفا وكان عنده إخلاص وكان عنده روح العدل. جابوه إنسان راعي معزي لا بيعرف يكتب ولا بيقرأ ولا شو اسمه، جابوه لا يدير الإمارة عندهم فوق، وبلش قال لهم بدي بلش العدل بحالي. كان عنده خيه مجرم طايح ضلوا يبحث عليه، وقت اللي استلم الحكم يبحث عليه للقطه، واجا حاكمه قدام الناس كلهم. قد ايه بدنا بربر اغا بايامنا هيدي. نعم وحكموا اعدام لخيه شن. فانا قال لهم بدي بلش العداله بحالي قبل كل شيء. نعم سليم. وين بتلاقي رجل عادل مثل بربر اغا بهالايام؟ شخصيه سليم الديك بتحبها؟ سليم الديك شخصيه لا ما بحبها، بس شخصيه مش سالته مثل ما لازم مثلها. سليم الديك الحرامي وكذا ومدري شو، قد ما الناس حبوها لهي الشخصيه باثناء الحرب صاروا يبعثوا يتلفنوا لي يقولوا لي والله شخصيه سليم الديك موجوده وين ما كان. فيك عم بيكتبوا على الحيطان وعلى الارمات وكذا سليم الديك برا من هنا. نعم. قد ما كان صار يصير سرقات وكذا. اكيد استاذ انطوان، ما كان لك تجارب بالسينما؟ هيدا كثيره بالسينما اللبنانيه. ايه لقلك السينما بلبنان ما كثير نجحت، لانه السينما مش من قله الفنانين، لانه السينما بدها ادوات كثير كبيره وبدها انتاج كثير كبير مش متوفر عنا. منشان هيك انعمل كم فيلم يعني بعد بغدادي. نعم بعد مارون بغدادي يلي عمل كل فيلم وطلعوا لبرا، ومارون وزياد الدويري. ايه كم فيلم. وهلا وين السينما هلا في فيلم اسمه فيلم كتير كبير عمله شاب لبناني بإشراف جورج ناصر. أنا بتمنى عليك تحضره. تعطيني رأيك فيه. أكيد بدي روح أحضره، لأنه الفيلم واضح أنه أخذ ضجة لبنانية وعالمية لشباب طالعين من أنا السينما. بدي روح أحضره أكيد. نعم. كيف ما بدي روح أحضره، ومن بعدها رح أخذ رأيك لشوف إذا رح تغير رأيك أنه في موجة بالسينما اللبنانية. بتكون هيدي شغلة لازم نحن إذا هيدا الشاب لازم نكون وراه نحن وندفشه يعطينا. نحن بدنا مبدعين بهالبلد. نعم إن شاء الله بدنا مبدعين مثل استاذ انطوان كربيج. لا أنا أقل الناس. بدنا مبدعين على طريق استاذ انطوان كربيج اللي هو مثال بالفن والمسرح والتمثيل. بريك ومنتابع الفقرة الأخيرة من حلقتنا سر نجاح. أنا والأمبراطور صرنا مثل بعضنا، هو مطلوب وأنا مطلوب، بس هو في علي جايزة. اجتني فكرة. إذا أنت حظيت بالأمبراطور كيف بتقدر تسلم وتقبض الجايزة وأنت مطلوب؟
انا اذا حطيت بالامبراطور ما بسلمه، بقول له في جايزة ب100,000 ليرة للقبض عليك، تدفع 50,000 تهربك. كيفك اي مرهوب؟ يا لطيف. هلا ايام زمان لما انا كنت هرب. شيء كنت تهرب يا بودي؟ معلوم، وحياتك ما كنت ارضى هرب الا كل كلاشينكوف سوا. جدي بدك تقول بوريد معدل. جدي اشفوت تتذكر تحت يا جدي. أرض الرب والجيش اللي بجله، سكون الليل وصرار الطبيعة، وأنا والحب واللي بيعرفوني. أنطوان كربيج أكبر بكتير 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 مما الجمهور اللبناني بيعرفه. أنطوان هيدي بوسي مني، ها بحبها. لك دخيلك يا رفعت، انت يا صديقي يا حبيبي، انت يا كبير. الله يطول بعمره، نقول له انه بنحبه كثير وبنحترمه كثير. الله يخليه بصحته. يا غسان، يا حبيب قلبي، يا فنان، يا كبير، يا مبدع. وفيني يعني خلي لغير الكلام تحية لك أستاذ أنطوان كربيج، بحبك كثير. يا جوليا، تحديدا بال1960 سعاد نجار وجنين ربيس اللي هن كانوا بلجنة مهرجانات بعلبك قرروا يفتحوا مدرسة للتمثيل في لبنان. وأنطوان كربيج واحد من أوائل الممثلين بهالمدرسة هاي. المدرسة هي يلي نهضت بالمسرح اللبناني، وهالمدرسة كمان هي يلي شالت المسرح اللبناني من كونه موهبة وبس لشغلة اسمها علم. صار في اختصاص، صار في بعد هالمدرسة نقاد، صار في ممثل، صار في مخرج، صار في واحد يعمل ديكور، صار في كوستيوم، صار في ميك اب، صار اختصاص المسرح. فإذا أنطوان كربيج هو واحد من الأوائل من المؤسسين سنة ال60 بالمسرح اللبناني. ساعة بنحكي عن المسرح اللبناني يعني عم نحكي عن طليعة المسرح العربي في العالم العربي. بهالمرحلة هي تحديدا أنا تعرفت على أنطوان كربيج، كنت ولد صغير. كان هو صديق خيي عباس، هو وغيره من فرقة المسرح الحديث، وكانوا يطلعوا لعنا على اللقلوق وكانوا يشحطوني لأنه هن بدهم يحكوا فن وفكر وأدب، وأنا يشحطوني. سنة 73 أنا دخلت المسرح. بالمسرح كان الاسم يلي يردد دائما، كان وقت أنطوان كربيج صار برات دائرة مسرح الحديث. الاسم يلي كان دائما يردد هو اسم أنطوان كربيج. غرام أزلي كان بين منير أبو دبس وأنطوان كربيج، وهالغرام ما يزال قائم حتى اليوم. أنطوان يعتبر واحد من أهم تلاميذ مدرسة بيروت للمسرح الحديث. أنطوان كممثل من أفضل الممثلين يلي أنا تعرفت عليه. عنده حضور هايل، بيعبي الفضاء المسرحي بشكل غير معقول، عنده طاقة صوتية هايلة، عنده عالم طفولي داخلي فظيع، بيعرف يفوت على كل الأحاسيس الإنسانية، وبيعرف كيف بتقنية كتير عالية بيعرف كيف يطلعها. لك أنت بتحكي بأصلك يا رفعت يا صديقي. أنطوان كربيج متعة إنه الممثل اللي قباله يلعب معه. حلو. لأنه ما عنده أبدا ولا لحظة في وقوفه على خشبة المسرح عنده حب سحق الآخرين، لا بل بالعكس دايما بيحاول إنه الممثل يلي بوجهه يطلعه لعنده. كما وأنه أنطوان كربيج صديق وصديق حبيب وعشرة عمر مع أنطوان كربيج. وأنا يعني أحلى شيء بالإنسان وبتعرفيه مزبوط هو وقت اللي بيكون بالسفر. أنطوان الكرم بعينه، بيكون هو أول واحد، هو الفدات الكبير بالفرقة المسرحية، بيكون خادم الكل
أثناء السفر أو أثناء وجودنا بكواليس أي مسرح. بتشوفيه عتلان هم أصغر ممثل، أصغر كومبارس، وبيعطيه معنويات وبيقويه وبيبوسه حبيبي وإلى آخره. وبتكون المسرحية مش لأنطوان، بيكون أنطوان ممثل بالمسرحية. هذا هالنوع من الممثلين شيء فظيع. أما أنطوان وقت بيوصل على ريبيتيسيون أي مسرحية من المسرحيات بيوصل على القليل ساعة قبل الوقت. وإذا لظرف من الظروف، نادر جدا تحصل مع أنطوان كرباج، إذا لظرف من الظروف حصل وأنه وصل أنطوان كرباج مأخر دقيقة، بيقدم اعتذار لآخر كومبارس. فظيع أنطوان كرباج، بيتأيد بكل تفاصيل المخرج اللي عم بيشتغل معه، ما بيجرب ولا لحظة يعمل حاله أستاذ. هيدا أنطوان، هيدا الكبير أنطوان. اللي ما شاف أنطوان كرباج عم بيلعب بالمسرح الإغريقي ما بيعرف شيء عن أنطوان كرباج. أنطوان كرباج أكبر بكتير 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 مما الجمهور اللبناني بيعرفه. أنطوان هيدي بوسي مني، ها بحبها. لك دخيلك يا رفعت، انت يا صديقي يا حبيبي، انت يا كبير. يعني مع هالعاطفة الكبيرة اللي طلعت من عينيك ومع هذه الشهادة من رفيق دربك، بتوقف أوقات الكلمات قدام هالصداقة العميقة والتقدير الكبير والمهنية بالتعاطي بهالمسيرة الحياة. رفاق كتار بحبوك وخصوصا رفعت طرابي. طيب ما هو رفقاتي، أحبائي، هودي زملائي. كيف يعني أنا بكون أنطوان كرباج، أنا إذا بشوف حالي عليهم وبعمل أستاذ عليهم، هودي رفقاتي، أحبائي، إخواتي، بقلبي، بروحي، بفكري، بعيني، بضميري. وفي حدا كمان بفكرك وبعينيك، هو خليل روكوس. خليل، خليل روكوس. خليل روكوس شاب مات، غاب، ما بقول مات، لأنه اللي مثل خليل روكوس الناس الكبار بيغيبوا ما بيموتوا، لأنهم عايشين بقلوب وبعقول وبعينين كل الناس اللي بيقدروا الفن واللي بيقدروا الشعر وما أكثرهم. خليل روكوس غايب عنا، ما مات خليل روكوس. هالإنسان العزيز كتير على قلبك، بس هيك إذا بدك توجه له تحية بشعر من عنده، شو حافظ له؟ شو هيك؟ شو مني حافظ له؟ شي هيك حلو بتحب هلا تذكرنا فيه وتتذكر من خلاله روح خليل. طيب، تركوني جن ببلادي، تركوني جن ببلادي، تركوني ومن تراباتها كحل جفوني، وإذا بيلومني لايم بقله الأرض أكرم من العالم حنوني. شو ما زرعت فيها بتستغله، ومن أسمارها بتعطيك موني، وحجرها بيستر عيوبك بظله القساوي فيه تحلالوا ليوني. وإذا بجرب حديثي استهله عن الإنسان بستغمد فنوني، مرة شفت أعمى ورحت دله عدرب النور وعطيته عيوني، وحملته عكتافي وتقل زله بتقل العار ودوار الصخوني. افتكرت زرعت معروفي بمحله، طلع مثل اللي بيزرع زي زفوني. ويا أنصار المعنى ما تغلوا، سعر بسماتكن بتجوعوني، اعطوني من الدواء الشافي وخلوا عيون طيبوني يجرحوني. 7 بيخلدوا بالكون كله، وعن السبعة إذا رح تسألوني، أرز الرب والجيش اللي بجله، سكون الليل وسرار الطبيعة
وأنا والحب واللي بيعرفوني. الله الله، شو هالقصايد الحلوة وشو هالكلام اللي بيجنن وكله وطنية وكله إحساس. رح اخدك على كمان جيل جديد بحبك كتير، هو جيل مخضرم إنما رافقك إذا بدنا نقول بمراحل 840 وبمسلسلات ومسرحيات لاحقة. نسمع غسان صليبة شو بيقول. أنطوان كرباج بالنسبة لي إنسان استثنائي بشخصه وبفنه، إنسان متواضع كبير بتعاطيه، بيستوعب الكل، هو أستاذ الكل. محل ما بينوجد بيصير مستشار للناس اللي بيشتغل معهم، قد ما عنده ثقافة واسعة وقد ما هو إنسان طيب ومتعاون. أنطوان كرباج جبار بالمسرح، بحضوره، بصوته الهادر، بهالموهبة العظيمة اللي عنده إياها، بحضوره القاسر. مشان هيك لفت نظر الأخوان رحباني وفكروا إنه مين بده يوازن إلى جانب فيروز، لأنه هن مسرح غنائي، يعني غناء ومسرح. الغناء للسيدة فيروز العظيمة، أنطوان كرباج هو الوحيد اللي بيقدر يعمل هذا التوازن بحضوره وبصوته الناحية الدرامية. مشان هيك أصبح أنطوان كرباج هو ركن أساسي بالمسرح الرحباني، بالمسرح الغنائي. أنا كان إلي الحظ إني اشتغلت معه صيف 48 وغيرها من الأعمال، وصار في صداقة مع هذا الإنسان يلي الواحد بيعشقه، بيحبه وبيحترمه إلى آخر حدود. قلت إنه متعاون، إنسان ممكن إنه يعطي نصيحة لكل الناس اللي حواليه. مش بس هو مجرد ممثل فقط، شغلة عظيم يكون ممثل، بس أنطوان كرباج إنسان عظيم ومثقف واسع الثقافة. أنا بقول له الله يطول بعمره، بقول له إنه بنحبه كتير وبنحترمه كتير. الله يخليه بصحته ويديمه لنا. يا غسان، يا حبيب قلبي، يا فنان، يا كبير، يا مبدع، يا متواضع، يا صديق، يا صديقي الصدوق، ولك بحبك من رحيف قلبي، وقلنا زمان ما اجتمعنا. لازم وينك غايب عني وأنا غايب عنك، لازم نرجع نلتقي بأقرب وقت ونعيد الأيام الحلوة ونرجعها ونعيش مع أخواننا وأحبائنا والجمهور الكبير يلي بحبك وبحبني. دخيلك يا غسان، يا حبيب قلبي، يا صديقي ويا كبير. الله يخليك. ولا جوليا قصار هذا الحديث. تحية للأستاذ أنطوان كرباج، هو بعتبره أيقونة ثمينة من أيقونات المسرح. بعتبره معدن ثمين، يعني لو الأزمنة كلها إذا بتمرق على هالمعدن بضله يلمع ويشع. كان إلي الحظ إني اتعامل معه بالإذاعة مع الأستاذ أنطوان غندور، تحية له، ببرنامج إذاعي يومي، وكنت بعدني مبلشة جديد، يعني بمنتصف يمكن الثمانينات، كنت بعدني يمكن طالبة أو مخرجة جديد. وتعرفت على شخصه. يعني أول شيء ربينا على جان فالجان، أنا جان فالجان بعدني لهلأ يعني صورته مطبوعة براسي. البطل بربر آغا الشعبي كمان من كتابة أنطوان غندور، وعشرات المسلسلات اللبنانية اللي أثبت فيها الأستاذ أنطوان كرباج إنه ممثل تلفزيوني بامتياز، يعني ممثل عنده حضور وكاريزما وقوة وشغله على الشخصيات. تنرجع على الإذاعة، اندهشت قدام تواضع وكبر نفس وجمال النفس كرباج. يعني الإنسان الكبير هالقد فيه يكون مع شخص يمكن مبلش، هالقد يكون متسامح، مساعد. يعني قد ما أحكي عن أنطوان كرباج بعتقد مش رح أوفي حقه. أكيد أنا برأيي لما الممثل بصير رمز وطني، يعني هيدي حكاية إنه لما بيكون
شخص عملاق وجبار هالقد، بكل تواضعه، بكل احترافيته، بكل نعوميته، في شغله ناعمه بشخصيته مش مسموح له ولا اي ممثل من مختلف الاعمار والاجيال ما يتمثل بسلوكيته وبأخلاقياته العالية. يعني شهم، عنده أناقة، عنده ما بعرف في شغلة خاصة فيه. وأكيد ما ننسى الكاريزما والصوت اللي تميز فيه بمسرح الرحابنة وحضوره الجبار اللي تميز فيه بمسرح. يعني ما فيني يعني خلي لغير الكلام. تحية لك أستاذ أنطوان كرباج، بحبك كتير. يا جوليا يا أحلى صبية من أحلى الصبايا ومن أحلى الفنانات والفنانين يلي تعرفت عليهم. أنا شرف كبير إني أحكي اللي بقلبي عنك، ولو شو ما عملت أنت مثل أختي، أنت مثل بنتي، أنت صبية بحبك من كل قلبي ومن رئيس قلبي، وشو بقدر ساعدك أنا حدك عطول حياتي. الله يخليك. هالاحترافية اللي بينحكى عنها أستاذ أنطوان، الثقافة بالتعاطي المهنية، اليوم بنحس إنه في كتير من الناس بنشوفهم بيفتقدوها. عم بتحس إنه بهيدا الجيل بينقصهم هذا التواضع وهذه الاحترافية، وشو بتقلهم من خلال مسيرة حياتك ومن خلال هالشهادات اللي بنسمعها من أنا بقول الفنان الأصيل كل ما الفنان كبر بقلوب الناس وبعينهم وبعقلهم لازم هو يصغر بعينين حاله ويتواضع أكثر وأكثر. نعم، أهم نصيحة مش ينفش حاله. نعم. للمرأة دور كتير كبير بحياتك، زوجتك سيدة فاضلة نفتخر فيها بلبنان والعالم. زوجتي شو بتقلها للست لور؟ هي حبيبتي وأختي وأمي وروحي وأم ولادي وست أحفادي، والله يخلي لي إياهم ولادي وأحفادي. هودي زينتي وزينة الدنيا كلها هني ومرتي. الله يخلي لك اياهم يا رب. بتشوفون لور الغريب كرباج. نعم، بتشوفون على طول الأحفاد، علاقتك بولادك يا الله بتواصل يا الله مستمر. ما نحن رايحين بكره على برلين لعند مازن ولعند ولاده هونيكي. إيفان هيدا حبيب قلبي حبيب جده إيفان، وعليا نور توم بنات عنده لمازن بيشبهوا بعضهم لحد هلا ما بقدر ميزهم من بعضهم. حلو. بقول انا بس اوصل، انا كنت اوصل اخذ لهم هدايا معي، اوصل بقول انا مين عليوتي تيجي عليا توقف حدي اعرف انه الثانيه هي نورة. نعم. الله يخلي لكم اياهم ويضلوا هيك محاوطين بهيدي المحبه اللي دائما يا الله ما احلاهم. الله يخلي لك اياهم. استاذ أنطوان، مسيره كامله كتير طويله، حاولنا ان نلخص جزء منها. نحن صرنا على ختام الحلقه. قبل ما اختم بحب اخذ منك رساله هيك بتلخص سر نجاحك. شو بيعتبر أنطوان كرباج سر نجاحه؟ الإيمان والإخلاص لمهنتي، والشغل على نفسي دايما. ما أقول إن أنا وصلت وما عدت بحاجة لشيء، أنا بحاجة لطول أعمل تماريني وعطول أكون حضر حالي دايما لكل عمل بدي أعمله. وما بقول إنه أنا خلص اكتملت. الإنسان عطول بضل ناقصه مهما كبر ومهما صار، بضل ناقصه بالحياة وبضل قادر يتعلم ويغذي حاله ويعطي أكثر وأكثر. ونحن على أبواب أعياد، بلشنا بشهر العيد والعالم كلها عم تتحضر، والعالم كله عم بيعاني من الإرهاب والخوف ومن القلق، والناس هيك فايت في شر طاغي على قلوب كتير، يمكن على أجواء البشرية. شو بيتوجه اليوم برسالة للبنانية ولكل العالم بمناسبة الأعياد أنطوان كرباج؟ يجعل هالأعياد الكريمة، أنا ما بدي أقول عيد المسيحيين أو عيد الإسلام، نحن لبنانية ناس خلقنا الله
خلقنا الله، هو الله يتمجد اسمه على الأرض، وكل من على دينه الله بعينه. أنا ما بعرف كون متعصب مذهبيا أو دينيا. بدي أحكي يا هيدي أنا على الهوى. أنا جدي إصبر كرم من 80-90 سنة ماروني من زبوغة يسمح لبنته تتجوز رجل من إخواننا الدروز من عرمون اسمه عجاج المطار. تتعرفوا أنا كنيني مرته لمازن ومرته لوليد من إخواننا الشيعة، ولك بحبن من عيني ومن قلبي بحبن مثل ولادي وأكثر. فشو اليوم هيدا بيتعصب لمذهبه، ولك حتى بالدين الواحد صار فيه مذاهب وتعصب وكذا. لوين رايحين نحن يا عالم؟ ولك الله خلقنا الكون، الله اللي لازم يجمعنا، الله اللي لازم يجمعنا إذا بنعرف وبنحترم الله. نعم، على هذا الكلام وهذه الخاتمة اللي هي رح تكون خاتمة مسك لمسر نجاح بهيدا الموسم، واللي أنا بتمنى أني أتلاقى فيكم بالتلاتون اللي السنوي اللي بنقوم فيه من عسطوح بيروت. بختم حلقتي مع هذا الضيف المميز المبدع، وأنا بقدم لك شيء رمزي تتزرعه بزبوغة، هو شجرة خضراء هيك زرع لنا اياها بمناسبة العيد وتذكرنا بسر نجاح، والله يخلي لنا اياه. ولك انتو ذكركم بقلبي، انتو بقلبي، وانا ما بنساكم طول حياتي، انتو يا احبائي. الله يخلي لنا اياك، ينعاد عليكم قبل ما اقول لكم بدايه موسم اعياد جديد. هيدي حلقتنا الاخيره لهالموسم، ختامها مسك مثل ما قلت. نتلاقى بحلقه خاصه لنجمع فيها مساعدات معكم ونعيد كل العالم لكلنا نعيد، وان شاء الله تكون هالاعياد اعياد مباركه على هالبلد الحبيب، والله يخلي لنا اياه ويخلي لنا شعبه متالفين مع بعضهم، ونعيش بمحبة وبإخلاص لهالأرض الحبيبة اللي حبيناها من قلبنا، ويلي هي رح تحضننا بآخرتنا. نعم، شكرا جزيلا لكل فريق العمل، لإليان بطرس المخرجة، للإعداد، للإضاءة، للصوت، للديكور، للتصوير، لكل اللي ساعدونا، إدارة المسرح بإنجاز هالحلقات من هالموسم. وبنتلاقى، باي باي.